أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم من داخل ملعب نادي الأهلي نحن متواجدون. هناك تجربة فعلا، هذه تعتبر التجربة الأولى اللي فعلا نقدر نقول ستحدث إن شاء الله في بدايتها ستكون بنادي الأهلي. ومن خلال الاجتماعات الجمعية العمومية بنادي الأهلي تم إصدار النظام الأساسي لهذا النادي في ظل الشفافية اللي موجودة. في نفس الوقت ستتم الانتخابات في موعدها اللي هو يوم 12/5، وسيكون إن شاء الله النادي الأهلي سباق لهذه الانتخابات. وكذلك نتكلم حتى عن الانتخابات الأخرى اللي هي سواء كانت بالنسبة لمدينة طرابلس أو المدن الأخرى ستكون فيها شفافية، سيكون فيها ثقافة الناس المشجعين في وضع أصواتهم للناس اللي يستحقوا هذه الأصوات. يعني راح علينا وتبعد علينا النظام السابق اللي هو كان رفع اليدين. حاليا بإمكانك أنك أنت تضع صوتك للشخص اللي تثق فيه. بإمكانك تخش لغرفة تضع اسم الشخص، وفي نفس الوقت توضع الأسماء داخل الصناديق. يعني ما فيهاش إحراجات، بالعكس كل إنسان يكون عنده قناعة، تكون عنده عن طريق الشخص أنه هو بيقدم برنامجه، عن طريق البرنامج هذا تولد قناعة بالنسبة للناس. وهذا الشيء اللي احنا مطلوب يعني في ظل الثورة العظيمة اللي قامت به، يعني من أجل هؤلاء الشهداء 17 فبراير اللي فعلا خلقوا شيء جديد لليبيا الحرة الحبيبة إن شاء الله. أنتم كإدارة حالية يعني شنو الترتيبات اللي اتخذتوها باش تسهلوا العملية الانتخابية تم في ظروف مناسبة وشفافة ونزيهة؟ يعني من خلال الفترة السابقة تم تشكيل لجنة الانتخابات اللي هي حتشرف على هذه الانتخابات بقيادة الأستاذ عبد الرؤوف قنبيج، وهو شخص نقدر نقول لك من السلك المحاماة، وفي نفس الوقت يعني ماسك نقابة المحامين. وكذلك يعني في بعض اللي هم القضاة والناس موجودة في النيابة. اتخذ الإجراءات. أول حاجة كان الإجراء الأولي بالنسبة لهؤلاء اللجنة هو حلف اليمين، وتم حلف اليمين في وجود القنوات المرئية اللي فعلا كانت شاهدة على هذا الحدث الأول نقدر نقول لك في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة مؤسسة النادي الأهلي. نسعى أن احنا خلال الفترة القادمة سيتم تشكيل اللي هو حنحاولوا كيف نخاطبه اللي هي وكيل وزارة الداخلية، بحيث أن احنا يكون فيه الأمن متواجد داخل هذه القاعات في الانتخابات. نحاولوا أن احنا حتى الانتخابات نحاول تكون في مكان يقدر يسيطر عليه الأمن بالصورة الصحيحة، وفي نفس الوقت تكون في هذه الانتخابات الشفافية والمصداقية والثقة مع الجميع، بحيث أن احنا كمؤسسة نادي الأهلي نظهر هذه الانتخابات يعني بالشكل اللي يتطلب أن يكون عليه نادي الأهلي. وبالأخص احنا دائما نعود مرة أخرى أن احنا نحاولوا دائما نكونوا سباقين في كل شيء. نتمنى من جميع جماهير نادي الأهلي التواجد وبكثافة، وفي نفس الوقت يعني لم يبقى على إصدار هذه البطاقات إلا يوم واحد وهو غدا. نتمنى أن هي فعلا تتواجد، أن تعطي صوتها للشخص اللي يوضع برنامج فعلا البرنامج اللي حينجح المؤسسة هذه. مؤسسة نادي الأهلي محتاجة لكل يد، لكل حتى يد الطفل، يد المرأة ما احتاجت لها النادي الأهلي حتى نستطيع أن نرفع بمؤسسة نادي الأهلي للأمام. يعني نحاول بقدر الإمكان أن تكون في قناعة شخصية للشخص اللي فعلا أنني نبي نعطيه صوتي. وفعلا حاليا ما فيهاش إحراج الأصوات، بالعكس الأصوات بإمكانك أنك أنت تخش لغرفة تضع صوتك لمن تراه مناسبا أن يفيد نادي الأهلي. وهذا ما نتمناه من جمهور الأهلي، أن يكون صادق ما بينه وبين نفسه، ويكون هناك شفافية وحيادية لهذا الانتخاب. بارك الله فيك.